السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس للأسف أو أغلبية الناس بيجي عندها مشكلة رهيبة في العقيدة وفي التوحيد اللي هو أساسيات الدين. بيجي التضرع بالقبور ومش عارف بإيه والتبرك والطلب المدد والعون من غير الله. يا أخوانا، هذا من أنواع الشرك، عزنا وأعزكم الله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. صدق الله العظيم. سيدنا النبي نفسه بيقول لك أنا ما بملكش حاجة لنفسي، لا ضر ولا نفع إلا ما شاء الله. وإنت عمال تجري على القبر الفلاني والشيخ الفلاني ومش عارف ايه، واشفي لي ولدي واشفي لي بنتي، وهو لا يستطيع. اموات غير احياء. ولكن يعني انتوا مش عارف، الناس بتلغي عقلها في هذا الامر ده انا عايز اتكلم فيه من زمان، ولكن للاسف كل مره بنسى. فراجع عقيدتك يا جماعة. أنا دايما بحط قدامي أول ما بشوف الناس اللي بتتضرع بالقبور وبالأضرحة، بيجي على طول في بالي حاجة واحدة: سبحان الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني خلص الموضوع، بتدور في إيه؟ قوم يا عم اسأل ربنا، وسيبك من القبور وسيبك من الأضرحة وسيبك من كل هذا الشيء. قوم يا عم صلي كده ركعتين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا عم اسجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد وما تطيعش الشيطان. قوم اطلب من ربنا سبحانه وتعالى وانت ساجد. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. يبقى سلاحك الحقيقي الدعاء وليس اللجوء إلى القبور.